السلام عليكم، اهلا بكل الناس اللي بتشوفني على تيكو تيوب او متابعيني على الويب سايت طارق ابراهيم دوت كوم. انا بعتذر لكل الناس عشان بقالي فترة متأخر عنكم مش بعمل فيديوهات، بس انا حاولت اعمل فيديو دلوقتي مجمع كده لبعض الاسئلة اللي جات لي. انا بعتذر طبعا، انا مشغول بس مش اكتر مع الشغل، ما عنديش وقت. الوقت اللي احنا فيه الموسم ده بيزي يعني في الشغل. الفيديو ده انا عملته عشان ارد على الناس على بعض الاسئله اللي سالوها لي. اول حاجه ناس سالتني قالت لي انت يا ترى انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل نتورك انجينير في شركه هنا في نيويورك. والمكان اللي انا بصور منه ده كل مره ده مكان عاملينه هنا يعني للوركرز، للناس اللي شغاله بيخرجوا في البريك يشموا هوا. تبقى مثلا عندك مشكله ستريس مع عميل او حاجه على التليفون، تخرج بقى تهدي نفسك شويه، ناس تخرج تدخن سجاير او حاجه. فهو ده المكان بتاع الراحه بتاعنا. ده اول سؤال. و... وفي نفس الوقت بعمل فوتوغرافي. انا بحب التصوير من زمان، فبصور واعمل فيديوهات واعمل فويس اوفر لبعض الاعلانات لمواقع يعني بسيطة. الموضوع مش اللي هو بروفيشنال قوي او مع شركات كبيرة، مع حاجات عادية بسيطة. لان طبعا جالي بعض العروض في بعض القنوات العربية، بس انتوا عارفين طبعا الحاجات دي كلها يجي يقول لك ببلاش وكده. بس الفكرة ان هنا في امريكا يعني ما ينفعش تعمل حاجة ببلاش، فبكبر دماغي مش بعمل الموضوع ده. تاني سؤال، في ناس كتير بعتولي قالوا لي يا ترى انت سافرت امريكا ازاي؟ انا يا جماعة سافرت امريكا ازاي؟ اول حاجة انا مثلا من 12 سنة يعني كان حلمي من زمان ان انا اسافر امريكا، من كثر ما بتفرج على افلام اجنبي وافلام هندي والحاجات دي. كنت هموت واسافر امريكا بالذات من زمان يعني. كان عاجبني اللايف ستايل بتاعهم بقى، اللي هو الاطفال رايحين السكول ازاي، بيمشوا ازاي، الناس هنا بيخرجوا ازاي، النظام بتاعهم، كل حاجه كانت عجباني. وكان اهلي مسافرين هنا من زمان، فكان نفسي اسافر، بس انا كنت بدرس في مصر. فطبعا بعتوا لي اكتر من دعوه، ورحت السفاره واترفضت. رحت حاولت سياحه مرتين واترفضت. حاولت دراسه مره وما ظبطتش. حاولت مره بيزنس تبع واحد بفلوس طبعا، ودي كان نصبايا ونصب عليا وما ظبطتش. في الاخر قدمت على اللوتري، اللي هو بعض الناس اللي ما تعرفش ايه هو اللوتري. قدمت اونلاين على الويب سايت بتاع اللوتري، هحطه برضو في الديسكريبشن، بس ده ما بيفتحش غير في شهر من شهر 10 لشهر 11 كل سنة، والنتيجة بتظهر في شهر 4. قدمت على اللوتري، وكنت مقدم ساعتها وانا فاقد الامل ان انا عمري ما هتقبل. يعني انا قلت انا عمري ما هتقبل، خلاص مش هقدم. قدمتها بالصدفة المرة دي و... والحظ حالفني واتقبلت. وساعتها انا ما كنتش عامل حسابي، كنت خلاص بدور على شغل عادي وقبلت. وساعتها انا ما كنتش عامل حسابي نهائي ان انا اسافر. كنت شغال عادي، شغال فولنتير في راديو ستيشن في مصر، في محطة راديو، بعمل فويس اوفر وبعمل برنامج. طبعا انا ساعتها كان ليا صديقي اسمه محمد عادل. كنا شغالين مع بعض عادي، واحنا الاثنين بنحلم بالسفر. لما حتى اتصلوا بيا وقالوا لي على فكرة انت جالك الهجرة، واهلي قالوا لي مبروك وكده، انا ما صدقتش نفسي، لانه كان حلمي بصراحة. ساعتها قعدت عيطت من الفرحة. كنا ساعتها في اتوبيس مروحين عادي انا وهو والناس قعدت تقول لي مبروك مبروك، ومش هنسى اللحظة دي يعني. واتقبلت، جات لي الهجرة. رحت عادي، انا ما حبيتش لاني ما كنتش حابب يحصل اي لخبطة في الورق. رحت مكتب من المكاتب اللي هم بيقدموا الاوراق، اديتهم الجواب بتاعي، كملوا لي كل حاجة. انا كانت لغتي الانجليزية كانت كويسة جدا يعني في الفترة دي، ما كانتش وحشة، لاني انا كنت عايش في مصر بس بروح امريكا هنا. يعني كنت بتفرج على افلام، بحاول اتعلم انجليزي، لاني كان عندي ثقة ان انا باذن الله في يوم من الايام هاجي امريكا. امتى مش عارف، بس انا هاجي وهحقق حلمي. فانا ده اللي كنت متعلق بيه طول الوقت، ان انا في يوم من الايام هاجي امريكا ولازم اكون مستعد. والحمد لله فعلا فادتني. فانا عاوز اقوله للناس يعني كل واحد عنده حلم اتمسك بيه، ليه لا؟ مين عارف؟ هو ربنا بس اللي يعلم، ممكن حلمك يتحقق، بس امتى ربنا وحده اللي يعلم. بس فعملت الورق وجالي ميعاد
جالي الجواب التاني ان انا اكمل اوراقي. عملت كل اوراقي ورحت كشفت وجهزت نفسي، رحت السفارة. اهلا وسهلا، مقابلة سريعة 5 دقايق، مبروك انت اتقبلت وهنسفرك، الف مبروك وشكرا. بس كانت سهلة جدا، والحمد لله جيت وبقالي هنا 10 سنين وبس. وانا مستعد اساعد اي حد، لو اي حد عنده اسئلة يا جماعة يا ريت يبعت لي، هحاول اساعدكم على قد ما اقدر. ربنا يوفق الجميع، وما تزعلوش مني على الغيبة، هحاول اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. شكرا.